الكلام ده ما يأثرش فينا، لكن احنا موجودين ورجاله وبندافع على المواقع بتاعتنا صح، ومفيش اي عرس يقدر يقرب منكم يعني. طبعا فاحنا على راجل واحد وايد واحده وما نسمعش الكلام ده، وعمالين يطلعوا في اشاعات مش عارف مساعدين وزير مش عارف ايه ومش عارف الكلام ده، كل ده كده، كل ده كده. الاشاعات اللي بيطلعوها دي كلها مقصود بيها. انت طبعا راجل هتقول لك مساعد الوزير، طب انا مدير امن، مساعد الوزير لما يروح للمحاكمه هيروح المحاكمه يبقى انا اروح بقى امشي. فكل دي اشاعات وكل ده كلام بيتردد، مقصود منه انه طبعا هو مخطط عشان تبقوا عارفين، مقصود منه كل المراكز والاقسام وتخلى والناس دي تستولى على البلد وتستولى على السلطه، بس الحمد لله ما كملش. طبعا هنا ابطال ما انا عارف. فالكلام ده احنا رجاله وما نسمعش الكلام ده، وهنأدي اعمالنا، واللي هيخالف القانون هنحاسبه، واللي هيغلط هنحاسبه، وكل واحد غلط لازم هيجي ويتعامل معاه اجراء قانوني ويخش السجن برضه. اللي يمد ايده على سيده لازم ايه؟ يتضرب بالجزمه، تتقطع ايده. واحنا اسيادهم، واحنا الامن، واحنا الامان، واحنا اللي حاميينهم، والناس كلها كانت بتعيط بتقول يا رب تيجوا عشان اللي احنا فيه. شافوا طبعا ايام سواد